السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زهقنا بقى من أكل التقليدي، كل يوم محتارين على الأكل ومش عارفين نعمل إيه وعايزين نعمل حاجة جديدة. تعالوا معايا بقى اعملوا الوصفة دي، صراحة جميلة جدا ومختلفة وطعمها جميل جدا وتنفع الأيام اللي احنا فيها دي. النهاردة بقى يا حبايبي هنعمل كفتة الفراخ بس بطريقة جديدة، تنفع سندوتشات، تنفع تتاكل بالرز بالمكرونة بأي حاجة، يعني هي مش هتقولك لأ. كفاية بس ان شكلها كده يفتح النفس وتحلي بيها سفرتك. شايفين الشكل؟ صراحة كانت تحفة تحفة يعني، وكانت جميلة جدا، ماسكة نفسها ومتماسكة ومفكتش مني وفيها كل القيمة الغذائية. اول حاجة كده حبايبي احنا هنعملها بالخضار، اي خضار انتي حابة تحطيه فيها حطيه، بس انا حطيت فلفل الوان، حطيت اخضر، جبت حبة صفرة وحبة حمرة وحطيته، وجزراية كده صغير. خرطي ده صغير جدا، ما نكبرش التخريطة بتاعتهم، احنا عايزينهم صغير جدا، لان انت كل ما تكبري كل ما هتحسي ان ايه الفراخ بتفك معاكي. خرطتهم صغير جدا وركنتهم على جنب. جبت الكبة بتاعتي وحطيت 3 بصلات وسط، لا 3 صغيرين، انت ممكن تحطي بصلتين 2 وسط، ما نكبرش البصل. بصلتين 2 وسط هيبقوا كويسين جدا للوصفة بتاعتي. فرمتهم ناعم جدا زي ما انتوا شايفين كده. فضيتهم كده في البولة وجبت نص كيلو من صدور الفراخ. نص كيلو من صدور الفراخ دوت يعني صدر فرخة بحاله، ما يعادل نص كيلو. فرمت كويس جدا، خليته ناعم جدا زي ما انتوا شايفين كده في الكبة. اهم حاجة تنعميه جدا عشان الوصفة بتاعتنا عايزاه ناعم. جبت بولة كده وفضيته فيه. انا مقلله الفيديو علشان تشوفوا كل التفاصيل، علشان ايه تعرفوا تشوفوا الخطوات كويس اوي. هي ناعمه معايا جدا، ما فيهاش اي ذره ميه، اهم حاجه تغسليها كويس وتصفيها كويس. حط عليها البصله كده وان ايه نخلطهم كويس جدا مع بعض. اهم حاجه نحط التوابل. حطينا معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه بهارات فراخ، كل دي معالق صغيره، ومعلقه بهارات شوي. والمعلقه الكبيره بس اللي احنا هنحطها يا حبايبي معلقه بابريكا، معلقه بابريكا من معلقه الاكل. وللبهارات تاني معلقه ملح صغيره، ومعلقه فلفل اسمر صغيره، معلقه بهارات فراخ صغيره، معلقه بهارات شوي صغيره، معلقه كبيره بابريكا. هنقلب كل المكونات دي مع بعض. اهم حاجه ان يعني تخليها تتجانس كويس جدا مع بعض. نركنها بالظبط 10 دقايق. في العشر دقايق اللي احنا هنركن فيها الفراخ هنجيب بوله ونحط فيها قطعه زبده او سمنه او زيت، يعني الموجود عندك، بس بصراحه الزبده بتتعمل. انا سخنت البوله كويس وقمت حاطه قطعه الزبده، فعلشان ما تتحرقش معايا قلبت بسرعه البوله علشان ايه ما تتحرقش معايا قطعه الزبده، ونزلت بالخضار بتاعي شوحته مع بعض. في خطوه بقى انا ما عملتهاش وبرضه هقول لكم عليها علشان برضه تعملوها. انا نسيت ان انا احط البطاطس معاهم، يعني أنا كان في بطاطايه صغيره، بنتي كانت عماله تكلمني عن الدروس وكده، فانا اتلمحت وما حطيتهاش. فانتي وانتي بتحطي الخضار علشان تشوحيه حطي معاه بطاطايه صغيره. يبقى هنشوح ايه؟ هنشوح جزرايه صغيره، حبه فلفل اصفر وحبه فلفل احمر وبطاطايه صغيره. نخرط ده كله صغير جدا ونشوحه في قطعه زبده على النار. واحنا بنشوحه يا حبايبي عشان نطعم نحط له نص معلقه فلفل اسمر ونص معلقه ملح. شايفين اتشوح ازاي؟ انا نسيت احط البطاطايه، انتوا لازم تحطوا البطاطايه معاكم. بعد ما تشوح معايا يا حبايبي استنيت ان هو يبرد جدا. بعد ما برد معايا قمت حاطه ايه خلطه الفراخ اللي احنا عملناها. كل ما تركنيها كل ما بتبقى احلى، يعني يا دوبك انت هتركنيها على بس ما تشوحي الحاجه كويس وتحطيها. دلوقتي البطاطسايه انت شايفين انا بحطها دلوقتي اهيت، مفيش اي مشكله، بس الافضل يعني عشان تيجي نتيجه احسن انك تشوحيها مع الفلفل والجزر. نقلب كل المكونات دي كويس جدا مع بعض. هي مش هتاخد حاجه وانت بتقلبيها، اصلا هتحسي ان هي سايبه معاكي خالص، يعني ما بتتعبكيش ولا كده. وبعد كده هنجيب ايه
جبت لفة الاسترتش يا حبايبي، قمت فردها على الرخامة كده زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت الخليط بتاعنا كله، وقمت ايه عاملاه على هيئة دايرة، وحطيت في النص جبنة. ممكن الجبنة دي يا حبايبي انتوا تستغنوا عنها، بس انا حطيتها بس على اساس ان اولادي يعني مش عايزينها زي اللانشون، فحطيتها بحيث ان هي تعملها ايه، تعمل فاصل كده في النص. بس انت ممكن ما تحطهاش عادي جدا، مش هتفرق في الطعم ولا هتفرق في اي حاجة خالص. بعد ما حطيتها يا حبايبي احنا هنلفها زي ما انتوا شايفين كده، تلفي وتشيلي الاسترتش. اهم حاجه الاسترتش ما يلفش معاكي، كل ما انت تلفي كده تلفي دايره تقومي شايله الاسترتش من النص، هتلاقيها لفت معاكي زي ما انت شايفين كده. شايفين لفت معايا، وانا لفتها بالاسترتش اول مره، وبعد كده بقى حسيت ان الاطراف بتاعتها مش موجود فيها استرتش، قمت جايبه الاسترتش وحاملاه على هيئه طبقتين الاتنين، كبرت ايه، كبرت الاسترتش معايا، فردته معايا بحيث ان انا اعرف اربط من اليمتين الاتنين. لفيته لفه كمان بالاسترتش كده. بعد ما عرضت الاسترتش معايا كده بقى معايا مساحه ان انا ايه الف معايا الخلطه بتاعتي. قعدت الفها جامد جدا بحيث ان انا اندجها كلها مع بعض، دمجتها كلها جدا جدا مع بعض، عرفت انها اندمجت وبعدين ربطتها. ممكن تربطها بخيط باي حاجه، بس انا فضلت ان انا اربطها بالكيس بحيث ان هو يمسك فيها اكتر. شايفين بقت عامله معايا زي اللانشون بالظبط، بس هي طبعا مش لانشون. بعدين جبت بوله كده، اي حاجه عندك في، المهم حاجه ان انت تقدري تحطي عليها شبكه. حطيت عليها ميه مغليه، وحطيت في الميه دي يا حبايبي قرفه، ورق لوري، حبهان، عشان الحاجات دي تطلع الريحه على الخلطه على الحاجه بتاعتي، فتدي لها ريحه وطعم احسن. حطيتها عليها وقمت حطاها في الفرن. الميه طبعا مغليه معايا، هنهدي الفرن خالص ونسيبها في الفرن حوالي بالظبط ساعه الا ربع. احنا مهديين الفرن وسايبينها معاه، نبص كل شويه عليها، حسينا ان هي الميه قلت نحط لها شويه ميه، ونقلبها على كل الاتجاهات. اهم حاجه نقلب يمين وشمال، يعني كل طول ما هي في الفرن نقلبها كل شويه، اليمه دي شويه واليمه دي شويه، بحيث ان هي تستوي معانا من جميع الاتجاهات. دلوقتي يا حبايبي جبت معلقه صلصه، حطيت فيها معلقه فلفل اسمر ومعلقه ملح، وحطيت فيها معلقه زيت. خلاص هي استوت معايا دلوقتي، خلاص بقت جاهزه. هتشوفوا بقى دلوقتي الجمال والحلاوه بتاعتها، وقد ايه هي متماسكه ومفكتش مني، ولا الخضار طلع منها ولا اي حاجه. اهم حاجه تحطي اي نوع خضار انت عايزاه، بس بلاش بسله، لان البسله ما بتمسكش في الفراخ قوي. شايفين متماسكه جدا والخضار ما فكش منها خالص. جبت بقى الخليط بتاعي اللي هو عباره عن معلقه صلصه ومعلقه زيت ونص معلقه فلفل اسمر ونص معلقه ملح. هدهنها بها كويس جدا من جميع الاتجاهات، لان الخلطه دي هي اللي هتديك اللون اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو، هتعزز اللون بتاعها وتبقى جميله جدا. في حاجه بقى مهمه، انت لو عايزاها مثلا بريحه الفحم، ان هي تحس ان هي عامله زي المشويه بالظبط، ممكن تجيبي قطعه فحم وتحطيها على النار تسخن جدا تصهد، وتحطي فيها معلقه زيت وتلفيها بورق السلوفان بعد ما تطلع من الفرن. بس انا بصراحه ما حبيتش ان انا اعملها بريحه الفحم، اعمل فيها ريحه الفحم، بس بصراحه بيديلها ريحه جميله جدا. شايفين انا دهنتها كويس جدا. حبايبي لو فاضلين معايا لحد دلوقتي في الفيديو، من فضلك اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان نفضل دايما مع بعض. انا لسه جديدة على القناة يعني، وما عنديش مشاهدات قد كده، فاتمنى يعني ان احنا نبقى اخوات مع بعض وتبقوا متابعيني على طول. دلوقتي خلاص هي طلعت من الفرن، شايفين الجمال بتاعها. الصوص اللي نازل ده يا حبايبي هي دي الجبنة، صوص الجبنة. مش قادرة اوصف لكم، هي احسن من كده بكتير جدا لما طلعت، يعني حاسه ان الفيديو ظالمها كمان. كانت جميله جدا ولونها جميل جدا، اساسا هي كان شكلها يفتح النفس، عايزه تتاكل قبل اي حاجه. يا رب تكون عجبتكم كده والوصفه عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم. اي حد هيجرب الوصفه دي ممكن يكتب لي في التعليقات ويقول لي رايه فيها ايه وعجبته ولا لا.
وانا بقطعها خدوا بالكم ان انا بقطعها سخنه جدا، كنت بقطعها وهي سخنه، شايفين حتى وهي سخنه ما فكتش مني ولا ان هي عملت، كانت متماسكه جدا وماسكه نفسها وكانت جميله جدا. تنفع بقى السندوتشات، تعملي جنبها شويه مكرونه، جنبها شويه رز وسلطه، تمشي في اي حاجه هتبقى كويسه معاكي. وبألف هنا عليكم يا رب كده لو جربتوها وعجبتكم. متماسكه جدا ومفكتش ولا اي حاجه خالص. بصوا بقى البطاطس مستويه جدا ازاي. ليه بقى مستويه جدا؟ لان انا حطيتها ساعه الا ربع في الفرن. لو انت كنت شوحتي البطاطس من الاول ما كانتش هتحتاج منك وقت، يعني نص ساعه كان كويس جدا. انما انا حطيتها بزياده لان انا ما شوحتش البطاطس، ما اديتلهاش نص سوا على النار. يلا يا حبايبي بسرعه جربوها كده وزينوا بها سفرتكم وجددوا في الصيف ده وعمايله. الجبنه بقى يا حبايبي هي اللي عملت لي الفوارغ اللي في النص دي. لو فضلت بقى معايا لحد دلوقتي اشتركي معايا في القناه وفعلي زر الجرس ولايك بقى لاختكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.